السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. متابعين هبة الله الجدد، انتوا نورتونا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد في عالم الدايت والأكل الصحي والرياضة والحياة الصحية مع هبة الله. اليوم هنكمل بقية الأسبوع الثاني من الهرم الغذائي، اليوم الخامس والسادس من الأسبوع الثاني. النظام مناسب لكل الأوزان. لو المتابعين الجدد لسه هيبدأوا معانا ممكن تبدأي معانا من بكرة، مفيش مشكلة، مش لازم تبدأي النظام من الأول، يعني تكملي معانا من الأسبوع الثاني على طول مباشرة، هتلاقي نتيجة كويسة جدا جدا معاه. لو كان وزنك كبير او وزنك صغير تقدري تتبعي النظام وان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة جدا جدا معاه. النظام بتاعنا هيكون كالآتي: هنصحى من النوم زي ما اتعودنا، بنبدأ بتنشيط حرق بمعلقة عسل صغيرة وكوباية مية دافية او كوباية مية عادية من الحنفية زي ما تحبي. نقدر نبدل معلقة العسل ب3 تمرات. بعدها بربع ساعة هنبدأ ناخد الفطار بتاعنا. الفطار بتاعنا هيكون عبارة عن جبنة قريش زائد 2 توست بني زائد كوباية لبن. نقدر نبدل الجبنة القريش بجبنة فيتا لايت، ولكن ناخد بالنا الجبنة القريش لينا 250 جرام. الجبنة الفيتا لايت هناخد 125 جرام فقط. الاتنين توست بني نقدر نبدلهم برغيف سن، ونقدر نبدلهم بنص رغيف بلدي اللي هو العيش البلدي بتاعنا المدعم، ناخد نصه. اللبن زي ما اتفقنا هنجيبه ونغليه، واول ما يبرد هنحطه في التلاجة، وتاني يوم نشيل القشطة منه ونشيل الوش بتاعه وناخد كوباية لبن. كوباية اللبن دي نقدر ناخدها كاملة مع الفطار، ونقدر نقسمها مشروبات طول اليوم: شاي بلبن، قهوة بلبن، نسكافيه بلبن، ولكن ناخد بالنا النسكافيه البلاك فقط هو اللي معانا. اي انواع تانية 3 في 1 5 في 1 2 في 1 الكلام ده كله ممنوع، لانه فيه كريمة وفيه نسبة سكر عالية هتثبت وزنك. فبالتالي النسكافيه البلاك فقط اللي معانا، واقصى حاجة ناخدها في اليوم من الكافيين 2 فقط، لان لو كترنا اكتر من كده هيثبت وزنك. الغدا بتاعنا هيكون عبارة عن نص كيلو سمك ومعاه سلطة فقط. نص كيلو سمك مشوي ومعاه سلطة. السمك اي نوع، نقدر نبدل السمك بعلبة تونة ونصفيها من الزيت كويس جدا. العشاء بتاعنا هيكون عبارة عن واحدة زبادي زائد ثمرة فاكهة، وطبعا ثمرة الفاكهة من الفاكهة المسموحة، نبعد عن العنب والمانجا والتين التين البرشومي والبلح. باقي الفاكهة كلها معانا ناخد ثمرة من اي نوع. ده للوجبات ال3. طيب هناخد سناكس بين الوجبات. السناكس ده بيبقى بعد الفطار بساعتين او 3 ساعات، وبعد الغدا بساعتين او 3 ساعات. نقدر ناخد ثمرة فاكهة. طيب لو الفاكهة مش موجودة عندنا في البيت نقدر ناخد خيار، خس، ليك 2 جزر في اليوم. نعمل اي مشروب بلبن من حصتنا في كوباية اللبن بتاعت اليوم زي ما تحبي. يعني موجود فاكهة خدي ثمرة فاكهة عشان تنشطي الحرق بتاعك، مش موجود تقدري تاخدي اي خضار عندك في البيت، جزراية، خياراية، طماطماية، جرجير. اشربي كوبايتين مية واعصري عليهم نقطتين ليمون كده. اعملي قهوة بلبن، اعملي شاي بلبن، اعملي نسكافيه بلبن، كل ده مسموح معانا. طبعا زي ما دايما بوصيكم في كل نظام بقول لكم عشان نوصل لنتيجة كويسة لازم نشرب 3 لتر مياه في اليوم. املي 3 ازايز مية وحطيهم، ولازم على ما يجي اخر اليوم تكوني خلصتي 3 لتر مياه في اليوم عشان ننشط الحرق بتاعنا ونلاقي نتيجة كويسة من النظام.
تاني دائما بقول الرياضة، الاتنين لازم يكونوا موازيين لبعض، النظام موازي للرياضة والرياضة موازية للنظام، الاتنين لازم يتماشوا مع بعض. مش هينفع اعمل دايت وانا ما بعملش رياضة وكسولة وعلى طول قاعدة، ومش هينفع اعمل رياضة وانا باكل كل حاجة وخربة الدنيا في الاكل. فبالتالي بدأنا نعمل دايت لازم نعمل رياضة. ومش بقولك اعملي رياضة اعملي رياضة قاسية ولا انزلي جيم، لا، بقولك كفاية المشي، كفاية المشي. لو انت مش قادرة امشي نص ساعة، امشي ساعة في اليوم. كل ما هتزودي في المشي كل ما هيجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. المشي بينشط الدورة الدموية، المشي بيخرج الطاقة السلبية من الجسم، المشي هيشد جسمك، هينزل بطنك، هيخلي جسمك حلو جدا جدا. فالتزمي بالمشي يوميا، والأحسن وقت للمشي قبل الفطار، ممتاز جدا جدا، هيجيب معاكم نتائج كويسة إن شاء الله. ربنا يوفقكم. طبعا ما احناش عاوزين نسيب نفسنا في النظام جعانين. طيب يا هبة، لو جوعنا وبعد ما خدنا الوجبات بتاعتنا دي نقدر ناكل ايه ما يبوظش النظام بتاعنا؟ نقدر ناكل خس وخيار باي كميه، نقدر نعمل شوربه خضار بدون دهون ناكل منها طول اليوم في اي وقت تجوعي فيه، حتى لو الساعه 12 بالليل. وطبعا مهم جدا نظبط نومنا، ننام بدري ونصحى بدري عشان ما نبوظش الهرمونات بتاعه جسمنا، عشان نلاقي نتيجه كويسه جدا جدا. ربنا يوفقكم جميعا. وما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة، القناة هتكبر بيكم وليكم. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. كان معكم أدمن هبة الله، أدمن جروب هتخس مع هبة الله، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.